عايزاكم تنسولي اي اكلة فراخ عملتها معاكم قبل كده ومن غير ما تضحكوا عليها خالص. انا عارفة ان انا بقول لكم كده في كل فيديو بنصور فيه وصفة غدا، بس صدقوني المرة دي الكلام مختلف تماما. الوصفة دي تعدت ليفل الحلاوة. هنعمل مع بعض اوراق دجاج مخلية بصوص العسل والبرتقان، ميكس خطير، طعم يجنن، ريحة هتقلب البيت كله. يلا بينا نشوف العظمة دي اتعملت ازاي. بس الاول عايزاكم تعملوا لي لايك وشير واشتركوا في القناة. هنسمي الله. يلا بينا نبدأ. ده كيلو من اوراق الدجاج المخليه من اي عظم موجود فيها، سواء انتوا هتعملوها في البيت او تخلوا الراجل يعملها. طبعا بنعمل لها المحلول نقع وبنغسلها كويس جدا، وزي ما انتوا شايفين كده مفيش فيها اي عظم. باخد الفراخ بتاعتي كلها وبحطها في طبق كده، وانا قسمت الورك الواحد على جزئين، يعني ممكن تعملوه كامل على بعضه بس انا قسمته اتنين. بالنسبه للتتبيله عندي نص كوبايه من عصير البرتقال، عندي كمان ربع كوبايه من الصويا صوص، وهنا حاولوا تكون مالحه شويه لان مش هنستخدم ملح. عندي كمان ربع كوبايه من الزيت، زودت عليهم معلقه صغيره من الثوم المفروم ناعم ومعلقه صغيره مليانه من البابريكا، وحاولوا تكون مدخنه بتفرق جدا في طعم الفراخ، بتحسوا كده ان هي مشويه على الفحم. فيعني لو ما فيش بابريكا مدخنه ممكن تستخدموا عاديه، بس طبعا الافضل تكون مدخنه. وبس مش هحتاج اكتر من كده في التتبيله. قلبتها كويس وبسيبها كده منقوعه في التتبيله دي مده ساعتين، ممكن قبلها بليله كامله بتكون طبعا افضل. بعد ساعتين طلعتها وهنبدأ ان احنا نشويها، سواء هنشويها على جريل او في الاير فراير، كمان في الفرن تنفع. انا شويتها على الشواية كده، حبيت ان انا يعني اعملها زي اكنها مشوية على الفحم. اول ما بتبتدي معانا الفراخ كده تاخد لون وتحسوا ان هي استوت، على طول بنقلبها على الناحية التانية علشان تاخد نفس درجة التسوية دي. كده الفراخ استوت معايا وبقت تمام. بصوا عايزه بس اوريكم حاجه، رغم ان هي مشويه كده وواخده يعني سنه قرمشه من بره الا انها طريه جدا. بشيل كده الجزء اللي احنا استوى معانا وبرفعه في طبق، وبعدين بكمل باقي كميه الفراخ اللي عندي. عامة اللحم بتاع الأوراق بيكون طري عكس لحم الصدور بيكون ناشف، فما بتاخدش وقت خالص في التسوية، خصوصا كمان إن هي من غير عظم، فيدوب 7 دقايق كده على كل ناحية هتلاقوا استوت معاكم. هنبدأ دلوقتي نجهز الصوص اللي هننزل فيه الفراخ بتاعتنا. عندي بشر برتقانة واحدة، عندي كمان كوباية من عصير البرتقان المتصفي طبعا من التفل بتاعه، ولو مش عايزين برتقان يكون ظاهر قوي ممكن تستخدموا نص كوباية بس. عندي كمان تلت كوباية من العسل، وحوالي كده 4 معالق كبار من الصويا صوص المالحة، و3 معالق كبار من الزيت. عندي كمان معلقة واحدة بس كبيرة كده هرمية من النشا، ومعلقة صغيرة مليانة من البابريكا المدخنة، ورشة من الفلفل الأسمر. هقلب كل الصوص ده مع بعضه كده كويس جدا لحد ما كل حاجة تدوب عندي وتندمج في بعضها كده. طبعا لو لاحظتوا انا ما حطيتش ملح خالص لان الصويا صوص عندي ملح، بستنى كده في الاخر وادوق الصوص، لو حسيت ان هو محتاج بحط الملح. الطاسة سخنتها كويس على النار وبحط مكعبين من الزبدة، وعندي اللي هو الجنزبيل الفريش بحط منه معلقة واحدة بس كبيرة. لو مفيش جنزبيل فريش ممكن تستخدموا اللي هو البودر، بس طبعا الافضل يكون فريش. عندي كمان معلقه واحده كبيره من الثوم المفروم. كده الزبده سخنت عندي كويس، هشوح الثوم مع الجنزبيل. عايزه اقول لكم في الوقت ده ريحه خطيره من قبل ما نضيف بقى الصوص. كل بقى الصوص اللي احنا قلبناه في الاول كده بنزل بيه وبقلب على النار هاديه مع التقليب المستمر. طبعا الصوص فيه معلقه نشا، فتلاقوا ان القوام معانا بدا يتقل شويه ويغلي ويبقبق. اول ما تحس ان هو تقل كده بجيب الفراخ بتاعتي وبنزل فيها في الصوص، وطبعا الفراخ بقى هتتشرب من الصوص ده. بقلبها كده وبنزل كمان بشرايح برتقان، وبس بنسيبها مدة 10 دقايق في الصوص كده على النار تغلي وتبقبق معاه، وكده بقت جاهزة معانا. عايزة اقول لكم الريحة والطعم بجد مفيش لا اروع ولا احلى من كده. يا جماعة انتوا مش متخيلين هي حلوة ازاي، مش هتشوفوا ده غير لما تجربوها وتحكموا. اكل مطاعم بجد. قدمتها جنب رز ابيض كده، باخد بقى الفراخ مع الصوص بالرز تبقى تحفة. عارفين طبق زي ده مثلا لو كلتوه بره في مطعم، شوفوا الطبق ده هيكلفكم كام. عملناه في البيت بنظافة بقى طبعا بتاعة البيت عكس بره، عارفين احنا حاطين ايه، وطبعا خادمين الحاجة صح، فبتبقى تحفة. جربوا تعملوها بطريقتي دي واوعدكم مش هتندموا. وبس كده، استنوا مني فيديو جديد نعمله مع بعض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.